هذه الحلقة برعاية ماتادور الاسباني ببراعته وذكائه يوصل لنهائي اليورو عشان يواجه الناحيه الثانيه المنتخب الانجليزي اللي تفوق على المنتخب الهولندي في مباراه كانت كويسه للانجليز احسن من ماتشاتهم اللي فاتت، ومباراه كانت سيئه الهولنديين. مواجهه مشتعله بين الاسبان والانجليز. انجلترا توصل فاينل اليورو النسخه الثانيه على التوالي تبحث عن اللقب. هل هتخسر تاني شبه ما حصل قدام ايطاليا، ولا المره دي اليورو هتضحك لها وتاخد البطوله؟ اسئله كتير وكلام كتير، ويلا نبدا. للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. رونالدو. المنتخب الانجليزي يوصل الى النهائي بعد تفوقه على هولندا بنتيجه 2-1 في مباراه شهدت شوط اول سيء للهولنديين. هولندا كانت ماتش سيء جدا ليها، شوط اول كان سيء. انجلترا كانت مستحوذه على الكره بشكل كبير جدا، وده اللي خلى انجلترا تلعب بشكل كويس. لكن في البدايه طبعا انجلترا عندها مشاكل في الدفاع كبيره، وفي ديكلان رايس بيعمل غلطات، يعني كل شويه كل ماتش بيغلط له غلطتين ثلاثه، لكن بتكون غلطات كارثيه شبه ما حصل قدام هولندا عشان يقطع منه الكوره تشافي سيمونز ويسجل الهدف الاولاني للمنتخب الهولندي، هدف رائع صاروخي. لكن عشان بعدها المنتخب الانجليزي يستحوذ على الكوره ويؤدي اداء كويس، والمنتخب الهولندي ينهار بشكل كبير. دفاعاته ومساحات كانت رهيبه عشان يسجل هاري كين الهدف التعادل عن طريق ضربه جزاء فيها كلام كتير. انا شايف انها ضربه جزاء ومستحقة بنسبة 100% عشان يسجل هاري كين الهدف التعادل، عشان يجي الشوط الثاني وانجلترا تكمل بنفس ادائها. المنتخب الهولندي يظبط اداؤه نوعا ما، يظبط شكله، لكن كان لسه منتخب مش قادر، كان لسه مش بنفس مستوى هولندا اللي احنا عارفينه. انجلترا تكمل بنفس طريقه لعبها واستحواذها وفرصها وتسديداتها الكتيره جدا، والكوره طبعا اللي شالها دمفرايز مع الخط من فيل فودن، وكوره تانية اللي جت في العرض عشان على طول في الدقائق الاخيره بأسيست رائع واتكنز يسجل الهدف الثاني وهدف القاطع في الوقت الحاسم للإنجليز عشان يتأهلوا إلى مباراة النهائي. وساوث جيت اللي يعني يتكتب له الحياة من جديد بعد ما كان خلاص انتقادات كبيرة عليه، ساوث جيت بنسبة 90% هو هيكمل مع منتخب انجلترا كمان لكاس عالم 2026. تقريبا الراجل ده المدرب الوحيد اللي في انجلترا، مش لاقيين حد غيره تقريبا، ما اعرفش. صح انا كده، انا مش كده خدنا. لكن الراجل هيكمل معاهم. على الورق هو راجل ناجح، على الورق الراجل كسبان الماتشات، على الراجل الورق واصل الى نهائي اليورو للمره الثانيه في النسخه الثانيه، يعني وصل اليورو 2020 ودلوقتي 24، وصل النسختين الفاينل. على الورق ارقامه كويسه، بيكسب الماتشات، لكن فعليا على ارض الواقع المنتخب الانجليزي اداؤه فيه مشاكل. ماتش هولندا اللي فات المنتخب الانجليزي اداؤه الهجومي كان كويس، اداؤه الدفاعي اتصلح شويه، لكن كان لسه فيه بعض المشاكل. لكن الفكره بقى قدام اسبانيا، هيقدر يعمل الانجليز الكلام ده قدام اسبانيا ولا لا؟ ماتش طبعا هيكون حماسي وقوي جدا، والمنتخب الاسباني رائع قوي، اداء دفاعي، اداء هجومي، تكتيكات، مهارات. ماتش هيكون رائع، ماتش هيكون طبعا نار. اكيد اغلب الناس توقعاتها فوز اسبانيا بالبطوله. اسبانيا تستحق البطوله عن جداره، منتخب مفيش احسن منه في اوروبا في الوقت الحالي، رائع كور واداء واستمتاع بالماتشات بتاعه المنتخب الاسباني. منتخب انجلترا هيعاني قدام اسبانيا كتير بسبب السرعات والمهارات التكتيكيه. منتخب انجلترا حله عشان يعمل نتيجه ايجابيه في الماتش ده، انه ما يسيبش الكره مع الاسبان، الكره تفضل تحت رجليهم، الكره تفضل معاهم شبه ما عمل مع ماتش هولندا اللي فات، الكور تفضل معاهم. الوقفه الدفاعيه للعيبه لازم ساوث جيت يصلحها. ديكلان رايس لازم يركز. ديكلان رايس كل ماتش بيعمل غلطه غلطتين، كل ماتش غلطه غلطتين. ما ينفعش حد بحجم ديكلان رايس ومركزه في منتخب انجلترا ما ينفعش يعمل الغلطات دي. الغلطات دي قدام الاسبانيا بجون،
عملها قدام هولندا وجون. حل انجلترا عشان تقدر تحاول تعمل نتيجه ايجابيه قدام الاسبان انها تفضل ماسكه كوره، عشان عملت قدام ماتش هولندا. اللهم انصرنا، امين. اللهم قوي من عزيمتنا، امين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمه مرتده، امين. اللهم ابعد عنا الاصابات، امين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الاربطه. تفضل الكوره معاها وتفضل زنقه المنتخب الاسباني على نص ملعبهم، ما تخليهمش يتقدموا. هل الاسبان هيسيبوا لهم فرصه؟ بنسبه كبيره لا، لكن شطاره الانجليز هيقدروا يعملوا كده ولا لا؟ الماتش ده هيكون مواجهه سرعات طبعا بين إناكي ويليامز وكاي ووكر، والناحيه الثانيه لامين يامال وتريبيه. هتبقى سرعات بحت، ماتش هيكون كله سرعات، الكره هتفضل تتنقل يمين شمال يمين شمال. ماتش هيكون ممتع سرعات. المنتخب الاسباني عشان يقدر يكسب لازم يتحكم هو بريتم الماتش، ياخد الكرة معاه شويه، يسيبها شويه، يقدر ياخدها تاني شويه، وهكذا. الماتش ده في الغالب يعني بيبقى ماتش الجون الواحد، بس انا مش حاسسها جون واحد، حاسسها توصل تعادل ضربات جزاء. المنتخب الاسباني كامل لعيبته هترجع له تاني في ماتش النهائي. طبعا كان عنده لعيبه واقفه بسبب الانذارات، ما عدا لعيب واحد هو بيدري بسبب الاصابه مش هيكون متواجد، لكن داني اولمو اعتقد قايم بالواجب والزياده. لكن اللعيبه اللي كانت واقفه بسبب الانذارات هترجع كلها، المنتخب هيكون كامل. المنتخب الاسباني الماتش اللي فات ما خدش انذارات، ودي كانت حاجه انا قلتها حتى في الحلقه اللي فاتت، انه تقريبا ما فيش غير لامين يامال اخد انذار، باقي اللعيبه ما خدتش انذار. المنتخب الاسباني كان كل ماتش لازم ياخد له انذارين 3 على الاقل، ده ما حصلش الماتش اللي فات. على الناحيه الثانيه برضه المنتخب الانجليزي تقريبا المنتخبين عناصرهم كلها هتكون كامله. خطه منتخب انجلترا اللي بيلعب بيها اللي هي 3-4-2-1 دي في الدفاع قدام اسبانيا مش هتسد نهائي. منتخب انجلترا بالخطه دي مش هيقدر يسد قدام اسبانيا بالخطه دي. الخطه دي مفيده هجوميا، لكن في الدفاع بيكون في مساحات، وخصوصا ديكلان رايس اللي بيغلط ديكلان رايس والله بيغلط. انتوا كلكم عليا بغض النظر عن ماتش هولندا، عشان هو كل الماتشات اللي فاتت ديكلان رايس لازم يعمل حاجه، مره يتزحلق، مره الكره تطول من رجله، مره يخاف من اللعيبه. ديكلان رايس متوتر. ماتش قدام اسبانيا مش حاسم شبه ده، انا متاكد ديكلان رايس هيغلط غلطه، في غلطه ديكلان رايس هيعملها، في جون هيجي، في حاجه اكشن هيحصل، اهمه يعني بسببه ديكلان رايس. يمكن العقبه الكبيره هتكون بالنسبه للاسبان هو طبعا جود بيلينغهام في نص الملعب. جود بيلينغهام اللي هيكون طبعا نجم ريال مدريد صاحب البطولات الكبيره، يبحث عن اليورو عشان ياخد البالون دور. طبعا جود بيلينغهام اعتقد هتكون مواجهته مع رودري، جود بيلينغهام هيكون مان تو مان مع رودري. ساوث جيت اللي لازم تبديلاته تعمل بدري. كول بالمر انا مش هعمل حلقتي واحد شبه ده ليه، مش بياخد وقت كتير. كول بالمر لازم ياخد وقت. كول بالمر في ماتش فاينل شبه ده، ماتش حاسم شبه ده، محتاج مهارات واللعيبه الصغيره. كول بالمر هيكون ليه دور كبير جدا. الماتش اللي فات بتاع هولندا كول بالمر نزل وقت قليل، هو اللي عمل الاسيست. كول بالمر لعيب مهم، لعيب مؤثر، لعيب لازم ينزل. كول بالمر لازم ينزل من الدقيقه 60 70 يعني دقيقة 60 مناسبة جدا. حد شبه كول بالمر في ماتش فاينل شبه ده ممكن يمتد لأشواط إضافية بنسبة كبيرة، أعتقد ده هيحصل. الماتش ده صالحه في الأسبان لعدة أسباب، أهمها هو المساحات اللي بتكون موجودة في حالة الدفاع بين خط النص وخط الدفاع، عشان هو بيلعب ب3 فال3 بيكونوا متوزعين على الملعب كله. لما بيحصل هجمة مرتدة عبال ما الطرفين بيرجعوا، اللي هو بيكون ساكا وتريبيه، وفي غالب بيكون تريبيه بس عشان يبقوا 4، عبال ما بيرجعوا اللعيبه بتقعد تتنقل، فبتلاقي فجوات بين اللعيبه. دي مشكله مهمه في الدفاع الانجليزي، التنقل السريع بين المراكز مش عند اللعيبه دي. بيحصل هجمه مرتده وده يرجع مش عندهم، ولما مثلا تريبير بيبقى قدام بعيد وصعب ان هو يرجع بسرعه، فبتلاقي حصل لعبك ديكلان رايس بيبقى مش عارف يرجع ولا ما يرجعش، فبتلاقي لعيبه متردده، فبتلاقي مساحات كتيره بين ال3 مدافعين. عشان كده المنتخب الانجليزي لازم تريبير ما يطلعش قدام، لازم تريبير يفضل ورا. عشان كده بقول لازم يغير الخطه دي لا تصلح. الخطه دي في المباراه دي لا تصلح للمنتخب الانجليزي. هجوميا كويسه لكن دفاعيا هتضرهم كتير جدا بسبب السرعات والمساحات اللي هتكون موجوده والضغط الهاي بريشر والقرب المراكز بين اللعيبه الاسبان. انا شايف تريبيه يرجع ويلعب ب4 دفاع عادي جدا، وديكلان رايس يكون قدامهم في النص، مش على الجنب ده ولا على الجنب ده، يكون قدامهم في النص. في حاله الدفاع ديكلان رايس يسقط كمان معاهم، يبقوا 5 في الدفاع عشان يبقوا قفلوا كل المساحات للمنتخب الاسباني. على الناحيه الثانيه المنتخب الاسباني لازم يهدى شويه. المنتخب الاسباني بينزل بيبقى عايز يخلص بدري. المنتخب الاسباني لازم يعرف ان الماتش ده حتى لو فكر يخلصه بدري هيمتد معاه برضو اشواط اضافيه، او يجي جون تعادل في الاخر لو جابوا جون واحد على كل الفرص اللي يعملوها. فلازم الاسبان يهدوا اول ربع ساعه، لازم الماتش يخلص فيها. وبس كده، كانت دي كل حاجه، واشوفكم بعد الماتش. سلام.